قبل ما السنة الجديدة تبدأ، خدي 3 دقايق بس واسألي نفسك 5 أسئلة ممكن يغيروا طريقتك في دخول السنة الجاية بالكامل. اعملي لنفسك مساحة هادية، خدي نفس عميق وابدأي. السؤال الأول: إيه الأهداف اللي ما اتحققتش السنة اللي فاتت؟ مش علشان تلومي نفسك، بالعكس، علشان تشوفي الصورة بوضوح. اكتبي كده قدامك إيه اللي كنتي ناوية تعمليه وما حصلش. يمكن هدف كبير، يمكن عادة بسيطة، يمكن مشروع بدأتيه وقف. مجرد إنك تعترفي بده، ده أول خطوة إنك تتقدمي لقدام. السؤال التاني: ليه الأهداف دي ما اتحققتش؟ هل لأن الهدف نفسه ما كانش مناسب ليكي أصلاً؟ ولا لأنك كنتي مضغوطة؟ ولا في حاجة عطلتك؟ شغل، مسؤوليات، خوف، تأجيل؟ ولو كانت في عوائق، اكتبيها، سميها، لأن أي حاجة بتتسمى تقدري تتحكمي فيها السنة الجاية. اسألي نفسك: إيه الحاجات اللي لو شلتها من طريقي كنت حققت هدفي؟ الوعي هنا أهم من الهدف نفسه. السؤال الثالث: إيه أكتر حاجة عملتيها السنة دي وخلتك فخورة بنفسك؟ افتكري موقف واحد بس، خطوة صغيرة، إنجاز، طريقة تصرف، حتى لحظة قوة واستضعاف. إحنا طول السنة بنفتكر اللي ناقص، بس دايماً بننسى نحتفل بالحاجة اللي اتعملت. اكتبيها واسمحي لنفسك تحسي بالفخر. إحساس الفخر ده مش رفاهية، ده وقود هيساعدك تكملي السنة الجاية بطاقة أعلى. السؤال الرابع: إيه الحاجة اللي مش هتنفع تدخلي بيها السنة الجديدة؟ فكري كده، إيه الحمل اللي لو فضل معاكي هيتقل عليكي؟ عادة بتسحب طاقتك، شخص بيعطل خطواتك، خوف بيحبسك، حاجة انتي عارفة من جواكي إنها مش مناسبة ليكي. السنة الجديدة مكانها مش للحاجات اللي بتسحبك لتحت، مكانها للحاجات اللي بترفعك لفوق. اختاري حاجة واحدة بس وقولي لنفسك إنك هتسيبيها وراكي. السؤال الخامس: انت عايزة تكوني مين السنة الجاية؟ مش هتعملي ايه بس، لكن هتكوني مين. عايزة تكوني أهدى، أجرأ، أكتر التزاماً، أكتر رحمة بنفسك. ارسمي صورة بسيطة للشخص اللي نفسك تكونيه، وابدأي تبني منه خطوة صغيرة كل يوم. وفي آخر الوقت، اقفلي عينيكي لحظة وتخيلي نفسك يوم 31 ديسمبر السنة الجاية، وانتي فخورة إنك مسكتي ورقة الأجوبة دي وقررتي تتغيري بصدق وبهدوء وبوعي. السنة الجديدة مش محتاجة ضغوط، محتاجة بداية حقيقية. ابدأي بخطوة حتى لو صغيرة، أهم حاجة إنها تكون في الاتجاه الصح.